ضياء ختم سليمان لنعيمة. تخيل تلقى بنت عمرك كاملة في نظرة واحدة، ولكن أول هدية تعطيها ليها تكون خاتم غامض كي يخبي سر كبير. سليمان ما كانش عارف باللي داك الخاتم غادي يبدل حياته وحياة نعيمة للأبد. وش فعلا غادي يعطيها الخاتم، ولا شيء حاجة خطيرة؟ غادي توقع القصة كاملة. الحلقة الأولى كانت شمس الغروب كتهبط بشوية على دور صغير قريب لمدينة فاس، والناس كاملين راجعين لدورهم من الخدمة والسوق. غير سليمان، شاب عنده 24 عام، كان مازال جالس بوحده فوق سطح الدار كي يشوف في السماء وكي يقلب في خاطره على شي حاجة ناقصاه في حياته. سليمان كان معروف في الدوار بالهدوء دياله، كي يخدم مع والده في محل قديم ديال التحف، وكل نهار كي يسمع قصص غريبة على الحوايج القديمة اللي كيدوزوا من عندهم. فواحد النهار دخل عندهم راجل كبير في السن، لابس جلابية قديمة وعينيه فيهم خوف غريب. خرج من جيبه صندوق خشبي صغير وقال بصوت خافت: هذا الخاتم ماشي عادي، وخاصه يوصل لشي شخص قلبه نقي. سليمان ضحك وقال: غير خاتم قديم آل حاج. ولكن منين حل الصندوق؟ بقى ساكت. الخاتم كان كلمع بطريقة غريبة، وفيه نقش قديم مكتوب عليه: الحب الحقيقي كيبدل القدر. الحاج عطاه لسليمان بثمن رخيص بالزاف، وخرج بسرعة بلا حتى يزيد كلمة. داك الليلة سليمان ما قدرش ينعس. كل مرة كيشوف الخاتم كيحس بحاجة غريبة في قلبه، بحال إلا شي صوت كيقول ليه: غادي تلقالي تستاهله. وفي صباح اليوم الموالي خرج يتمشى في السوق الأسبوعي، وهناك شاف نعيمة بنت بسيطة لابسة قفطان أزرق خفيف وكتضحك مع أختها الصغيرة. سليمان بقى غير كيشوف فيها، وقلبه بدأ كيدق بسرعة عمرها وقعات ليه. وفجأة طاحت محفظة نعيمة وسط الزحام. سليمان جرى وخداها قبل ما يسرقها شي واحد. نعيمة ابتسمت وقالت: شكرا بزاف، كون ما جيتيش دابا كانت غادي تضيع. سليمان توتر وما عرف شنو يقول، غير بقى شد المحفظة وكيشوف في عينيها. ومن ذاك النهار بقت صورتها في راسه كامل. دازت أيام وسليمان بدأ يقلب عليها في السوق كل أسبوع، حتى نهار لقاها بوحدها جلسة حد عين المال القديمة. جلس حداها بشوية وبداوا يهضروا. الهضرة بينهم كانت بسيطة، ولكن الإحساس كان كبير. نعيمة قالت لي: كان حسب حالي إلا عرفتك من زمان. سليمان حس بإشعاريرة وتفكر الخاتم مباشرة. دخل يده لجيبه وخرج الخاتم ببطء، الضوء يلبان وسط الشمس بطريقة غريبة. نعيمة توسعت عينيها وقالت: هذا الخاتم منين جبتيه؟ سليمان جاوب: حتى أنا ما عارفش علاش، ولكن كان حاسب اللي خاصه يكون عندك. وبقى شاد الخاتم بين يديه متردد وش يعطيه لنعيمة، ولا الخاتم فيه سر خطير غادي يبدل حياتهم كاملين. نهاية الحلقة تشويق. فالحلقة الجاية سليمان غادي يكتشف الحقيقة المرعبة ديال الخاتم، ونعيمة غادي تشوف حلم غريب فيه اسم سليمان مكتوب بالنار. وش الحب ديالهم حقيقي، ولا الخاتم غادي يدمرهم؟